مرحبا بكم عندي في قناتي انا الشيف فلا. جبت لكم اليوم هذا الصابلي بذوق القهوه وحشوه الكراميل. الذوق متجانس بزاف بنين ونصحك انك تجربيه في العيد هذا اللي راح جاي. نبداو اول حاجه بالصابلي اللي فيها 125 مارغرين وفيها 3 صفار بيض وفيها تاني كاس تاع سكر كلاص ودرت مغرفه تاع نسكافي، نزيد معها غير شويه تاع الماء وعطر النسكافي. وين حطيت النسكافي نخلطها مع هذاك الماء باش يذوبوا لي هذوك الحبيبات. ودرت فنيجل صغير تاع الزيت، هذاك الفنيجل تاع الزيت حيعطي لي واحد الهشاشه العجينه تاعي ما شاء الله. درت شويه خميره، درتها شويه فرينه ومن بعد رميت عليها نص باكي تاع الخميره. العجينه تاعي نجمعها، ما لازمش تكون طريه وما لازمش تكون يابسه، تكون متوازنه. لو كانت تخليها طريه كي تبدا طيب راح تبدل لك كامل الشكل تاع الصابلي تاعك، يعني تخليها متجانسه وتقطعيها الشكل اللي حبيتي. عندي هنا الكاناج اللي بزاف نصحك تجربيه في اي كاطو كنتي حباته. عندي 400 غرام تاع شوكولا بيضاء، زدت معهم 100 غرام تاع كريم فريش ومغرفه صغيره تاع نسكافي وعطر النسكافي. بعد ما حطيته على حمام مائي لازم عليك تميكسيه حتى يتجانس ويولي لك ليس وشباب. وهذوك لي غران تاع النسكافيه كامل يذوبوا. بالنسبه لليمون اللي وريت لك اي مول تقدري تستعمليه، انا عندي هذا تاني كلي يشبه لي غران تاع النسكافيه. والكاناج تاعي يكون سايل نعمرو ونحطوه يبرد. وهذا القوام تاع الكاناج تاعي بعد ما يبرد، يعني تقدري تخليه حتى يبرد وتعاودي تذوبيه عادي جدا. الصابلي تاعي شوفوا كيفاش قطعته، درته دائري وحبيتي تبدلي الشكل لكن الاختيار. باش نديكوري خيرت شكلين. الشكل الاول اللي شتوني فرغته وحطيته في الكونجيلاتور، والشكل الثاني هادو وزنتهم واحد 9 غرام. وكما راكم تشوفوا نعاون يدي بالماء باش الكاناج تاعي هذاك ما يلصقليش في اليد. وهذا الشكل تاع الكاناج بعد ما يشد روحه. باش ندير الكاطو تاعي لداخل بحشوه الكاناج هذه لازم الكاناج تاعي هذا نحطو شويه شويه برك يدفالي على الحمام مائي، ما لازمش نخدم به وهو جامد باسكو ما يصلحليش. هذا الكراميل اللي راني نوريلك فيه خلي لك الوصفه تاعو في صندوق الوصف. الكاناج اللي خدمناه من قبل والكراميل اللي خدمناه من قبل ويجي بزاف بنين. شفتوا كيفاش حكمت هذاك الكاناج تاع الكافي، حطيته لداخل ساير داير ودرت لداخل الكراميل. ونروح نفيني بهذه الطريقه، لازم تفينيها مليح باش كي تقلاصي الشوكولا تاعك تبان كامل حبه واحده، تبان تقول خدمتي الصابلي تاعك في المول، ما يبانش بليك راكي حبه على حبه متباعدين. كيما راكم تشوفوا دوكاتيك هادو هما الحبات. نروح دوكاتيك نقلاصي الشوكولا تاعي. في الشوكولا كل 100 غرام تاع شوكولا ندير معاها مغرفه تاع اكل تاع زيت هكا باش الشوكولا تاعي تجيني طريه وتلمع وما تجينيش هذيك القرمشه تاعها يابسه. قلاسي كامل لي صابلي تاعي، ومن بعد هذيك قبل ما تنشف الصابلي قبل ما تنشف لنا شوكولا ندردر عليها شويه كاكاو باش يعطي لي ليفي تاع القهوه هكا ويجي بزاف شباب. قبل ما تنشف كيف نحط هذيك لا ديكوراسيون سواء هاد المدوره ولا اللي كنت حطيتهم اللي كنت نخدمناهم اللي يشبهوا الحبات تاع القهوه. وهكا تكوني خدمتي صابلي بزاف شباب وسورتو الذوق تاعو. انا عن تجربه نموت على الكاطو تاع القهوه وعلى بالي لو كانت تجربيه كي ريحه يعجبك. نكملوا كامل حبه تاع الكاطو تاعنا ونحطوهم في الكيسات كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتخلوا لي ارائكم في التعليقات، وديرينا جام واشتراكي لا كنتي جديده حتى تكبر القناه وتشوفي معنا بزاف وصفات من حلويات وطبخ، يكونوا وصفات بزاف جدد وشابين تقبلي بهم ضيافك. شكرا على المشاهدة واستنيني في وصفات قادمة.